اعزائي المشاهدين في كل مكان، اعزائي المشاهدين في كل بيت، النهارده هنتكلم عن التحكم في القلب، من اهم خطوه في حياتك. يلا بينا. انت السبب في وجع قلبك لانك انت اللي سمحت لهم يدخلوه. اصعب حاجه مش ان حد يكسرك، اصعب حاجه انك تدرك ان انت اللي سمحت له انه يعمل فيك كده. جرح القلب صعب، بس الاصعب انك كنت شايف العلامات وتجاهلتها. بلاش تقول هو خانني، هو استغلني، هو كذب عليا. قول انا اللي سمحت له، انا اللي خليته يجرحني، وانا اللي كنت شايف تصرفاته وساكت. عارف امتى الغلط بيبدا؟ لما تحط مشاعرك في ايد حد وتيجي تبكي لما يجي يرميها. يا عم اديكم مثال، هنعتبر مثلا ان ده القلب، تمام؟ لا مش انا اللي جرحته، تمام؟ هنعتبر ان ده القلب. شفتوا حاجه جميله ازاي؟ حاجه نظيفه ما فيهوش اي اشخاص غلط دخلوا في حياتنا، كل حاجه تمام. تعالوا نطبق كده الورقه. القلب اهو، ده اللي حطيناه في ايد حد، تمام؟ هنعدله تاني بقى. خلاص سابنا بقى وبعدنا فتره وكل حاجه بقت تمام، وخلاص دخل في اشخاص تانية قعدت تصلح في حياتنا وكل ده. بصوا كل حاجه بقت زي العسل. القلب رجع؟ يعني رجع زي الاول؟ ما رجعش. هو نفس القلب. يعني احنا اتعدل وفردناه وخليناه زي الفل. اتعدل؟ لا، بقى كله بصوا تدمير وجروح وكل حاجه. ده باختصار. يعني الحياه مش بتكسرنا، احنا اللي بندي فرصه للي يكسرنا. اكبر غلطه ممكن تعملها انك تسيب قلبك هو اللي يختار لك مين يدخل في حياتك، لان القلب طيب وبيصدق بسرعه ودايما بيدور على الدفء. ويجي بقى هنا دور العقل. العقل هو الحارس، لازم يقف على الباب ويسال انت مين وجاي ليه، لانك كل مره سبت قلبك هو اللي يختار دفعت الثمن، صح؟ سيب المره دي عقلك هو اللي يختار وشوف. اصل القلب بيتوجع وبعدين بيشتكي، بس المشكله ان هو بيكون سبب في البدايه. اوعى تسيب قلبك هو اللي يختار، لان القلب بيميل والعقل هو اللي بيشوف الطريق الصح. العقل هو الحارس والقلب مش المفروض ان هو يقرر. الخلاصه، مش كل حد بنرتاح له في الكلام ندخله قلبنا، ولا كل حد بيقول لنا كلمه حلوه برضه ندخله قلبنا. دايما خلي عقلك هو اللي يختار، عشان لما القلب بيتكسر مش بيرجع زي الاول، وبيفقد الثقه في كل الناس، حتى لو الناس كويسه فعلا مش بيثق فيهم، لان ساعتها بيكون خايف لا يطلعوا زي اللي قبله. حافظ على قلبك لان ربنا مديك نعمه تحافظ عليها بعقلك. وبكده خلص الفيديو. قولوا لي كم مره دخلتوا ناس كتير غلط في حياتكم. سلام.